هو في ايه يا جدعان؟ هو اي عاصفه في مصر لازم تبقى واحده ست؟ لا وايه، كل محافظه طلعت لك على العاصفه دي اسم شكل. القاهره سمتها وفاء، بورسعيد قالت لك شيماء، اسكندريه خلتها العجوزه مع نفسها كده. احنا لسه بقى هنقول منخفض قطبي جوي يتقابل مع كتله مداريه استوائيه، ما هي شيماء معروفه. طب على اساس ايه يا عم انت؟ ما حدش وضح بقى لحد دلوقتي. دي هيئه الارصاد المصريه نفسها مش عارفه لحد دلوقتي مين دول، ويا ريتها جت على قد شيماء ووفاء. ده في 2022 كان فيه هبه، و24 كانت نهال، 25 جت هديل، عاصفه 26 اللي جت في فبراير اللي عدى ده كانت سناء. ده لسه اسيوط مسميه زينب الاسبوع اللي فات. اشمعنى كلهم ستات؟ اللي بيقول علشان الستات نكديه انا شايفاك وهجيبك. لا يا استاذ، الموضوع طلع انه ليه سبب علمي. من زمان قوي خبراء الارصاد العالميه احتاروا في موضوع الاسامي بتاع العواصف ده. مره قال لك احنا هنسميها على اسامي القديسين، ما ظبطتش معاهم، قاموا مخلينها على اسامي المنطقه اللي حصلت فيها العاصفه، ما نفعتش برضه، فخلوها على السنه اللي العاصفه جت فيها، ما حبوهاش برضه، لحد ما اكتشفوا ان احسن حاجه يسموها على اسامي الستات. ليه؟ لان اسامي الستات بتبقى خفيفه على الودن كده وبتدعو للتفاؤل. التفاؤل. تخيل لما يتقال لك استعد علشان فيكتوريا جايه لك النهارده. شفت انت فرحت ازاي؟ مع انها عاصفه بس انت اتبسطت برضه. اوعى تنكر، بس ما تفرحش قوي يعني، لان موضوع الاسامي ده اتغير في السبعينات، ما بقاش ستات بس، دخل فيه الرجاله كمان. يبقى حق ربنا دلوقتي بيقول ايه؟ نسمي العاصفه دي مره فوزيه ومره حنفي.